النهارده جايبالك اسرار وتكات من الالف للياء. البشاميل ما بيظبطش معايا، مش بعرف اعصج اللحمه وتطلع بطعم حلو، المكرونه بتعجن معايا. النهارده هجاوبك على كل الاسئله دي. حله بقى وميه سخنه ومعلقه زيت ومعلقه ملح، وهنزل بالمكرونه بتاعتي تتسلق كده لحد ما تغرزي فيها الشوكه وتلاقيها كده بتنزل فيها، يبقى كده استوت. هصفيها بالشكل ده والميه بتاعتها مش هرميها، هاخد منها كوبايه وهركنها على جنب. يلا بقى نعصج اللحمه. هنجيب لحمه مفرومه وطاسه سخنه، مكعبين من الزبده ومعلقه زيت، وانزل باللحمه المفرومه والطاسه سخنه تغير لون، ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات، وعندنا بصلايه مفرومه. هبدأ كده أقلب كل الكلام ده كويس، وبعد كده أحط معلقة من معجون الطماطم، وبكده عصجنا اللحمة. البشاميل هجيب 4 معالق كبار هرمية من الدقيق، حلة بقى ومكعبين من الزبدة ومعلقة من الزيت، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي أبدأ كده أحمصه لحد ما يطلع ريحته، وأحط بقى كوبايتين لبن ساقعين، وأدوب بقى كل الكلام ده كويس، وانزل بالكوباية التالتة من الحليب، كوباية مية، قلبين من الماجي، ملح وفلفل أسمر، وقلبي بقى كل المكونات دي كويس. كوباية بقى اللي احنا سلقنا فيها المكرونة هيظبط معاكي قوام البشاميل. معلقة بقى من الجبنة الكيري هتغير طعمها وتخلي طعمها خطير. هو ده القوام المظبوط، لا خفيف ولا تقيل. خدت مني بقى كده معلقتين كبار من البشاميل ومعلقتين كبار من اللحمة المفرومة على المكرونة اللي احنا سلقناها، هتخلي المكرونة معاكي جوسي كده وطعمها يجنن. صينية كده وهندهنها مادة دهنية، هننزل بطبقة البشاميل، وبعد كده هنزل بقى بخليط المكرونة اللي احنا عملناه، وهنزل بقى بطبقة من اللحمة المفرومة وطبقة من المكرونة وطبقة من البشاميل. خلصنا كل الخليط بالشكل ده. رشة جبنة موتزاريلا على الوش كده، ودخليها الفرن بقى في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، تطلع بالجمال وبالحلاوة دي. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.